خالص تعزينا في شهدائنا في غزة وفلسطين، رجالا وأطفالا، شيوخا ونساء، وحزننا إحنا كعرب إخوات ليكم مرتين، مرة على أحداثكم الجارية والوضع اللي إحنا شايفينه، ومرة على قلة حيلتنا التي لا نملك لها سوى الدعاء لكم بالثبات والنصر. 23 دولة عربية ب 23 حاكم عربي، معقول مش قادرين ياخدوا قرار إيجابي أو مجموعة إجراءات تعلن رفضها التام للي بيحصل في غزة وفلسطين؟ معقول وصلنا للمرحلة دي إن إحنا مش قادرين نتحد على قرار واحد يعلن الرفض التام للي بيحصل ده؟ 23 Arab countries don't see, don't listen and can't talk. معقول مش قادرين نتكلم؟ ما شفتوش وما سمعتوش كل اللي بيحصل؟ أخوك ودخل عليه محتل في قلب بيته وحبسه في أوضة منعزل لوحده ومنع عنه كل سبل الحياة من أكل وشرب، حتى المقاومة ممنوع منها، وانت أخوه العربي مضطر انك تتحايل وتستأذن وتترجى المحتل ده في ان انت تمد يد العون والمساعدة لأخوك. فين قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل؟ فين طرد السفير الإسرائيلي؟ فين الإجراءات دي اللي كنا بنسمع عنها زمان؟ بلاش نقول حرب، لأن ممكن تكون ليها قواعد وأبعاد تانية إحنا كجمهور أو مدنيين ما نوعاش بيها. Where is the cutting of the diplomatic relations with Israel? Where is the execution of the Israel ambassador? فين كل الكلام ده؟ كنا بنسمع عنه زمان. رغم أنف الحاقدين ستظل فلسطين عربية. أنا دلوقتي أيقنت وتأكدت ليه الحجر والشجر في يوم من الأيام هيتكلموا. Free Arab Palestine.